السلام عليكم، كي درتو؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم على خير. جبت لكم واحد الوصفه بالسرديل كتجي زوينه، السرديل المعلب يعني اللي كنشريو من على برا. غادي توليو تصيبوه في الدار، كيجي لذيذ بزاف وبوصفه اللي هي ساهله كيف العاده ولذيذه. ما نعاودش لكم كيفاش دير هذا السرديل، الصراحه غادي يعجبكم، واللي كيحماق على السرديل ما عمره ما غيتفرق على هذه الوصفه هذه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساونيش دائما من لايك ديالكم ومن التعاليق الزوينه اللي كتحفزني وكتخليني كتشجعني وكتخليني دائما كنعطي اكثر واكثر. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والناس اللي عاد دخلوا مرحبا بهم حتى هما يتابوناو باش يوصلهم كل ما هو جديد. اذا غادي ندوزو للوصفه، ما نطولش عليكم. اذا هنا عندنا السرديل، يعني كناخذوا الكميه اللي بغينا ديال السرديل. هنا عندي تقريبا كيلو ديال السرديل اللي غسلته مزيان ونقيته، حيدت لي داك الشوك. صافي كناخذ واحد الطنجره وكنوضع فيها اول حاجه نص كاس ديال الماء عنبه بارد. كنضيف عليه 4 كاس ديال الخل، اما خل ابيض ولا عادي اللي بغيتو. كنضيف هنا كاس لاروب ديال زيت البلديه، ممكن تخلطوا زيت البلديه مع زيت المائده اولا ديروا زيت المائده بوحدو، يعني اللي بغيتو. هنا عندي 4 ضروس ديال الثومه اللي كنحكوهم على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. هو بزيت البلديه الصراحه كيجي زوين، يعني الا كانت من الاحسن، ولعل الاقل تخلطوا، يعني لما كانت بزاف يعني غير تخلطوا زيت الروميه مع زيت البلديه ماشي مشكل. صافي هنايا كيف ما شفتوا حكيت الثومه. غادي نضيف 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى، واحد 3 ديال الفلفلات حارين، اللي بغى يدير اكثر يدير. هنا كنضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الكمون. وهذه اضافه ديالي يعني غير زايده، ولكن كتلذذ العطريه ديال الحوت سبيسيال. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا هادو هما المقادير اللي عندي بالنسبه لهاد الوصفه هذه. صافي غادي نحرك هكا وغادي ناخذ السرديل وغادي نبدا نستف هكا في الطنجره ديالي على هاد الشكل حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. صراحه وصفه اللي زوينه بزاف يعني، وحنا كناخذوا على برا، يعني هاد السرديل المعلب كيعجبنا في الصراحه زوين. ولكن علاش ما نصيبوش في الدار؟ غادي يتقام برخيص بثمن مناسب، والعائله تبارك الله كلها غادي تاكل. يعني راه كنعرفوا حك واحد الا خديناه راه غادي ياكلوا غير شخص واحد. دونك الا كانت العائله تبارك الله كبيره، شحال من حك خاصكم؟ اللهم تصايبوه في الدار على يديكم، وشي حاجه اللي عرفتوا شنو درتوا فيها. ان شاء الله من بعد غادي نحاول ما امكن باش نصور معكم حتى الطون. ان شاء الله نصيب معكم الطون حتى هو ديال البيت، وتصيبوه لوليداتكم والعائله ديالكم. هنا من بعد ما كملت غادي نوضع الطنجره ديالي فوق النار، وغادي نخلي العافيه في الاول مجهده حتى كتغلى مزيان، ومن بعد غادي نقص شويه، يعني ما نقصهاش بزاف ولكن غتكون متوسطه. الغرض ديالي هو ان هذاك السردين غادي يطيب، هو غادي يطيب دغيا، راكم عارفين الحوت دغيا كيطيب، ولكن خاص الماء يتحيد تماما، يعني تبقى غير ديك الزويته كيف ما شفتوا. خاصها تبقى الزويته بوحدها مع داك السردين باش تنجح لكم الوصفه. صافي كيف ما شفتوا معايا هنا بعد ما شرب مزيان غادي نخليوه حتى كيبرد تماما، وغادي ناخذوا واحد البواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق اولا كتسد مزيان، وغادي نوضعوا فيها السردين معلب ديالنا. ها هو بجد كيجي رائع، كيجي لذيذ. ممكن تحتفظوا به في البواطه كيف ما قلت لكم اللي كتكون مسدوده مزيان، وتوضعوها في الثلاجه. ولا كان فيكم الجوع كولوا ديك الساعه. بصحتكم، بالصحه والراحه.
هو بصراحه اللي عزيز عليه السردين ما غاديش يقاوم، يعني غادي ياكلوا في البلاصه. صافي كتستمروا حتى كتكملوا الكميه كامله اللي عندكم في الطنجره. هذه مرحله مهمه انكم يعني كتحطوا داك الزويته كامله اللي كاينه، لانها هي اللي كتلذذ هذاك السرديل. صافي وكتسدوا هذيك البواطه، كتوضعوها في الثلاجه حتى كتبغيوها، يعني ممكن تحطوها هكا مع شليضه ولا هذا، وها السردين المعلب عندكم بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.